ارتبطت قبل كده؟ لا. طب انت مرتبط؟ اه. انت مرتبط دلوقتي؟ اه. مرتبط بايه؟ بحاجات كتير. زي؟ يعني بصرف على البيت وماسك مصلحة البيت، والحمد لله شايل مسؤولية البيت. يعني داخل في جمعيات، شايل مصاريف ابويا وامي، ما بخليش ابويا يشتغل. انا كنت هزر معاك بس انا مش عارف اهزر معاك عشان انت شايل مسؤوليه. انا كنت بسالك عن الارتباط العاطفي وكده، بس انت دخلت لي في حاجه تانية. بس شكلك يعني راجل مش طفل صغير. صح كده؟ صح. سلم عليا. لا لا والله جدع. شايل ازاي المسؤوليه؟ مال والدك طيب؟ عادي يعني، وعنده. انت بتساعده صح كده؟ اه. ما بخلوش يشتغل خالص. هو في حاجه؟ لا ما فيهوش. كبير؟ لا عنده 42 سنة. اه. الحمد لله ربنا يديله الصحة. طب هو ما بيشتغلش ليه؟ انا اللي قلت له ما تشتغلش. وانت اللي بتشتغل؟ انا اللي بشتغل. طب هو بيشتغل بقى، سمع كلامك؟ اه. وما بيشتغل؟ اه. انت بتقول ايه دلوقتي؟ اه انت بتقول لي ما بيشتغلش، بقول لك ايوه. ليه ما بيشتغلش؟ خلاص قلت له اقعد انا واخويا نصرف على البيت. وبتقدر تصرف على البيت؟ اه. ما انا راجل. ما انا راجل. ماشي انت راجل وكل حاجه، يعني ابوك ما اشتغلش وانت اللي بتشتغل وتصرف عليه؟ ايوه. عادي. المره الجايه عادي. ايوه. عادي ايوه. اه. هو اللي قال لك ولا انت اللي قلت له؟ اللي قلت له. هو تعبان او حاجه؟ لا ما فيهوش اي حاجه، ربنا يديله الصحه. يا رب يديله الصحه وكل حاجه. ماشي. ايه اسوأ نصيحه انت سمعتها في حياتك؟ الصلاه. الصلاه. اسوأ نصيحه انت سمعتها في حياتك؟ هو الصلاه. اسوأ نصيحه انت سمعتها في حياتك؟ مش عارف. مش عارف. اه. يعني ايه الصلاه؟ ايه اللي اتنصحت فيه في الصلاه؟ قال لي صلي ما تسيبش ولا فرض واقرا قران. ايه اسوأ نصيحه انت سمعتها في حياتك؟ اه. اسوأ نصيحه، اسوأ يعني وحش، اوحش حاجه انت سمعتها في حياتك؟ الصلاه. اه. سجلت قبل كده؟ أسوأ يعني أوحش حاجة أنت سمعتها في حياتك. الصلاة دي كانت أوحش حاجة أنت سمعتها في لا حياتك؟ كانت احسن حاجه. أحسن ما أنا بقول لك كده. إيه بقى أسوأ حاجة أنت سمعتها في حياتك كنصيحة؟ ناس كتير قالت لي ما تمشيش في الحرام. وتمشي إزاي في الحرام؟ ما نصبش على حد. إيه؟ ما نصبش على حد. ما تنصبش على حد. اه. جدع والله. كل سنة وأنت طيب حبيبي. شكرا ليك.